سقي المطر بالمناسبة، على ذكر المطر وعلى ذكر القصة، الله احيانا يمنع المطر بسبب واحد، ويسقي الامة المطر بسبب نملة. سليمان عليه السلام خرج يستسقي مع قومه، وتعرفون سليمان الله سبحانه وتعالى جعله يعرف منطق الطير ويكلم النمل، فلما مر وجد نملة مستلقية على ظهرها ورافعة رجليها الى السماء. يقول سليمان: فما ان وصلنا الى المصلى الا وقد اغاثنا الله. اغاث الله امة بنملة. وفي المقابل موسى عليه السلام كان يستسقي: يا رب اسقنا، يا رب اسقنا، يا رب اسقنا الغيث. فقال الله جل وعلا: يا موسى اني منعتكم المطر بسبب رجل بين ظهرانيكم قد عصاني. في واحد موجود معكم في المصلى عصاني وانا منعتكم المطر كلكم بسببه. وقف موسى قال: يا قوم اني استسقيت ربي فمنعنا المطر بسبب رجل بيننا قد عصى الله فليخرج من بين اظهرنا. الرجال هذا درى انه هو المقصود صاحب المعصية، فرفع كفه بين الناس: يا رب اغفر لي وسامحني، ونزل المطر. فقال موسى: يا رب استسقيناك واخبرتنا ان هناك رجل قد عصاك منعنا المطر بسببه. قال: يا موسى اني اعطيتكم المطر بمن منعتكم به. قال: يا رب من هو؟ ابغى اعرفه. قال: يا موسى قد سترناه وهو يعصينا، أنفضحه وقد طاعنا وتاب الينا؟ لا يمكن. واقول الان احنا ما شاء الله نسمع صوت ما شاء الله الرش، ما شاء الله جعل امطار خير وبركه في بعض اللحظات. الحمد لله الحمد لله، احمد ربكم يا شباب، واللي يشاهدنا ان الله اختار نزول المطر الان وانتم جالسين في مجلس ذكر، هذه نعمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله يقول: عجبا، الله سبحانه وتعالى يتعجب من بعض عباده: عجبا لك يا ابن ادم، رزقتك خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، اتحبب اليك بالنعم وانا غني عنك، وتتبغض الي بالمعاصي وانت فقير الي، خيري اليك نازل وشرك الي صاعد. انا اقول هاللحظة الان اللي يشاهدونا، وش جالس تسوي انت؟ في ناس جالسة الان تسمع هاللقاء، وفي ناس ما شاء الله جالسين يسبحون ويهللون يذكرون الله، وفي ناس ماسكين مصحف يقرون قرآن، لكن ايضا قد يكون في اخرين على اغاني او على بعض المنكرات. نقول لهم: ارجعوا الى الله، لا ينزل عليك خير الله وانت ترتفع ويرتفع لله، او يرتفع الى اعمالك فيها من نوع من المعاصي. الله يقول: اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ايش؟ يرفعه. الامام مالك هو صاحب مقولة: ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول عن هؤلاء اهل المدينة، يقول: لو استسقوا في المدينة لسقوا، لكنهم كانوا بعيدين عن العلم، ما عندهم فهم، هم عباد زهاد، لكن اذا سئلوا عن مسألة يفهمون فيها. يقول: هؤلاء ما اتلقى عنهم انا. ولذلك انا اقول للناس: فرقوا يا جماعة، فرق بين العالم وبين امام المسجد وبين القارئ اللي صوته حلو. بعض الناس اذا شاف قارئ صوته زين امام مسجد، هذا مسدد وموفق ورجل فاضل ونفرح به، لكن قد ما يكون مؤهلا للفتيا. وبعض الناس انا اقولها للامانة، يحد بعض طلبة العلم او بعض الدعاة او بعض الائمة المساجد، يحد حد على انه يصير ارض على 4 الشوارع، ما يقبلونك الا مفتي وخطيب وكاتب في جريدة ومؤلف كتاب وصوتك حلو، ما تجي. ولذلك لا نقحم، اعطوا القوس باريها. الله يقول: فاسألوا من اهل الذكر ان كنتم ايش لا تعلمون.